السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، السيغي فيما أنظر يوثم صورت احفتي مزيان وقولوا مقرأ، يعني بمعنى أنه تصور سيء تصورتي لن صحفتنا غي مولا النغم إلا غي مزيان، تصور السمزوال يصحفتني مولانا النغم من إلا غي مزيان، فغي حفتي مزيان وقولوا مقرأ. وتصور سيء ما سورة الإخلاص. سورة الإخلاص لله رب العالمين قواليس: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ساعة 4 الآية تصورتي لنا مزيد، ولكن يتما المعاني اسم قريب ساعة المعنى مقر، لأنه غيتما تصورتي لن تعرف رب العالمين، تصورتي لن تعلم منه إذا رب العالمين، وتصورتي غيتما يحب تربيه، إذن غيتحب ربي وإن غيتحب وإن غيتقرى، يا إما بالصلوات أو في غير الصلوات. ولهذا تشوف يتما شنو يصيفك رب العالمين ضجر فكيس رب العالمين ضجر ثلث القرآن يتما شحال يزيد الأحزاب، زي 60 حزب، يعني وين يقرأ سورة الإخلاص أماكن يقرأ مع 20 الأحزاب، أذي وضجر أمين يقرأ مع 20 الأحزاب. وشوف يتما الحمد لله أنه الدين ميسر. غسلوا كان ذي بيغيون ورح في ترى القرآن الكريم مما يقرأ سورة الإخلاص هذه يوين الأجر أماكن يقرأ مع 20 الأحزاب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص يتما قل أجر وين غيت يقرأ أمين غيت يقرأ 20 الأحزاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يواسي الناس من الصحابة رضي الله عنهم بفلسل إن يسن أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ فشق ذلك على الصحابة، شق ذلك عليه، يعني هو سيسم الظاهر أنه قد يقرأ عشان 20 الأحزاب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد، يعني سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، نسم الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن، أو هي ثلث القرآن. فالحمد لله يثمر الدين ميسر. غصبك الذي يغيون مقرق العمر ورح في طرام القرآن، ولكن ما يلغي إكر العشان يزور صناف مركعي غصبك أن تكرر أذ يقرأ ركعة زواج قل هو الله أحد ركعة ويسنف قل هو الله أحد أثاني ويد 40 حزب قل أجر، أثاني ويد الأجر 40 حزب، ويزمر يختم القرآن في ليلة، يعني كل أجر. ما يلغي كريس في بردان أثاني ويد الأجر
السين الحزب فغنيس للنبي عليه الصلاة والسلام الله الواحد الصمد يعني سورة الإخلاص سعى الأجر ثلث القرآن. ولهذا غيثماك ندني رب العالمين تحبي تصور سيئ تحبي وين يتحبن وين يقرانسيس شكتان كرام الصحابة رضي ربي فلاسن شكتان سن النبي عليه الصلاة والسلام في يون ورقاز إتزازيسن مرض إتزازيسن اختم دينا تقول هو الله أحد يعني غادي يقرأ سورة الفاتحة يقرأ سورة الفاتحة وغادي يقرأ سورة من بعد مرة يقرأ سورة يقول هو الله أحد أكد قول تصاري تأكد قال الركعة الأولى قال الركعة الوسنى شكتنا سي النبي عليه الصلاة والسلام الناس هضروا ما سيوش ميك خدمك يعني يوشو شك مرة في الصلاة غادي يقرأ سورة الفاتحة وغادي يوي السورة هيتون وغادي يوي سورة الإخلاص توجور يختم سورة الإخلاص اسمي اللي تسقسان لشو نسدينا والكزية الناس لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. الناس بدأت سورة سيئة تبين تعرف الصفة من صفات الله عز وجل من صفات الرحمن الناس يمكن تحب يختم فغنيس النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه وروح خبرهم وروح سعال منه أخبروه أن الله يحبه لكن يتحبط تصور سيء لأنه الصفة من رب العالمين جل جلاله الصفة من الرحمن الناس لكن يتحبط تصك يحبك ربي الناس أخبروه أن الله يحبه فتصور سيء لم تعرف رب العالمين. ولهذا سبب نزول الآية السبع يدي صوت رب العالمين تصور سيء سورة الإخلاص أنه سند المشركين ناغذين وسند النبي صلى الله عليه وسلم نسعى فقد ربينك يتعرضت أنسب لنا ربك عرف لنا ربك عرفتي من هو ربي كي يتعرفتك ففي سورة رب العالمين تصورة الإخلاص سورة الإخلاص فغنيس قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ينسل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن الآية تعرف فقط من رب العالمين تصورتين تعلم العبادة إخلاص العبادة لله عز وجل ترغب نسفهم آية من هم يضرب بثم غير عبث من هم يضرب بثم يسدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكير يبغى نفهم من هو الله جل جلاله قل هو الله أحد الله عز وجل غيثما أحد وليس عالم المثيل وليس عالم النيل وليس عالم لرفد قبله وليس عالم لرفد وجهه وليس عالم شريك الله جل جلاله وليس عالم المثل رب العالمين ذي نيس رب العالمين ذي الواحد رب العالمين المدبر والخالق الرازق قل هو الله أحد الله عز وجل الوتر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر رب العالمين ذي الوتر يعني الأحد يتحب من الوتر ولهذا يتحب النبي عليه الصلاة والسلام ما يخدم أي حاجة هذه وتر فما ينغيش عن عقاين صمر يا غادي تشيهود يا غادي ثلاثة يا غادي خمسة يا غادي سبعة يعني غادي وتر وليس كثر ما كنيس قارن الزوج وشفاع يعني متوتر
لأنه رب العالمين وتر يحب الوتر. فغنيس الله أحد، ماشي للسين، ماشي لثلاثة، ماشي لأربعة، ماشي ل312 الأصنام الآلهة إلا نعبدن المشركين سعان خلنا الآلهة ويعبد اللات ويد العزى ويد هبل، كل يونس عام الإله الخامس، كل يونس عام الله، كل يونس عام الصنم، كل يونس يعبد ولي يسهوى، كل يونس يعبد ولي يبغى. ناس رب العالمين خاطئ، رب العالمين ديوك ولا يدي خلقني إين ولا يمديوك، ولا يدي خلقنا القيعة يمديوك، ولا يدي خلقنا العباد مرام ديوك، ولا يدي خلقنا الكون لكن ميلا ديوك. قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني رب العالمين لن يقوى، رب العالمين لن إسعام السيادة، هو السيد الذي قال ابن عباس رضي الله عنه، هو السيد، هو القوي، هو الكامل، إسعام الصفات كمل، الصفات كملت والمخلوقات يسمر كمل لا الصفات نقصان. الله جل جلاله الصفات كملت وريحواجها من الخلقيس، بل العكس ذا الخلقيس تحواجه ذلك تحواجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. رب العالمين يثمع الإنسان يكمل وريت حواجه مذهب، وريت حواجه مذهب. الله الصمد السيد القوي الغني ثوين رب العالمين. فمن الله الآلهة من قاعد يعبد من المشركين ما لا تحواج كلام كيف يمشي نوي إله المصنوع أذية كان المصنوعي نشوف له ليس سسبونجي من كان نغسس في السيرين نغسس قمزيس وليس بإله، لأن من صفات الإله أنه كامل وأي نقص فيه ليس بإله. من صفات الإله الكمال، يقول تحوج مالي والبال العكس للمخلوقات اللي تحوج. فالوين الله الصمد السيد القوي الغني التي تكمل صفاته سبحانه جل وعلا. الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. قول ديرو قول سعيد دريا وقبل الذي سعود دريا من رب العالمين لم تكن له صاحبة ورس عارفة مطلوب شنو يحوج الدريا مش يسعود دريا ورس عيد دريا ورديرو ورديلو وردجان. لأن من صفات النقص، من صفات النقص أنه العبيد مع المخلوق يتحوج الدريا، يتحوج الدريا لأنه مسعى النقص. مرضينا ويصدوا في المغرب يتحوج المراثير في الذل، يتحوج المراثير تقوم من زيس. والله عز وجل حاشاه يتحوج مذهب. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ويتحوج رب العالمين مذهب ولم يولد أرث درو، لأنه من صفة الولادة ولد دلالة من صفاته أنه يموت. أي مخلوق يفنى الدلال، أي مخلوق دلال إلا وذمه، والموت يفنى صفة النقص. والله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم وهو الحي الذي لا يموت.
من صفات الله عز وجل ذو الحي، ومن أسمائه الحي القيوم، واسم سفارة، بل لا تأخذه سنة ولا نوم. أصعب ما في المخلوق أصعب ما في المخلوق ذنو الدم، بل أصعب من ذلك النعاس ويسقى من السنة. مرضي للصوت على درجة العيون قمش التلميس مانيس ويسقى من النعاس. الله جل جلاله حاشا أنه يتمرض يغفل طرفة عين. أنه كان يغفل في الكونين طرفة عين، يعني أنه غادي يغفل، وحاشاه الله عز وجل أنه غادي يغفل، أنه كان يغفل طرفة عين الكونين غادي ينضم على دين هو غير عزيز. لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن رب العالمين لم يلد ولم يولد، أرديرو وريح واش الدرية، لأنه راح وجاء من راك يخدم. فمن صفاته الكمال أردل، لأنه سبحانه وتعالى من صفاته القوة، ومن صفاته أنه حي لا يموت. ودائما أي غيثنا ترد على ثلاثة طوائف. ثلاثة من الصلاة العيبة ذيك نحرفل فبرد ربي البلاد، وهم المشركون اليهود النصارى، ويكشف النصارى به ذو ذي وحيد نصارى. أما المشركون أقروا أن الملائكة ذي السيس ربيع، قارن الملائكة ذي السيس ربيع، يعني نسب الناس رب العالمين في قشيشين، نسب الناس رب العالمين في قشيشين ويجي للمشركين. أما ذولين نسب الناس رب العالمين قشيش، وهو عزير. وقالت اليهود عزير بن الله. أما النصارى كذلك نسب الناس رب العالمين قشيش، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، يعني المشركين، إذ قال أنه الملكة لسيس مرتين. فرب العالمين يبطل أكشتا مرة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني مثلا ثويب الحجم إلى النقاط، مش الحجم سهلا أصلي ثويب وبالمسم ربيع. لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات سمسلين يتهضر ما كان النوم ربي ساعة الدرية، يكاد السماوات يتفطر، يعني غادي ينشق سمسلين يفقر ربي ساعة الدرية، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. السباغي وشو أن دعوا للرحمن ولدا، الداعي لربي الدريا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ورح وجل ربي الدريا. الإله الكامل ورتح وجل ولا ذهب، ورتح وجل ذهب، ورتح وجل الدريا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالله عز وجل يعرف منهم الإنسان أنه الله أحد، يريد الإله الحقيقي، يريد الإله نعبد الله الصمد، إلا تحوج العباد ولا تحوج الذهب، الذي لم يلد ولم يولد، أرديلا. ولهذا غيثنا ما تنعجب قنصرية إلا العلماء سن الرهبنة غيثنا العلماء سن الرهبنة ممنوع في اللسن أرسعون دريا تاع ميتنا وزق جناب. الرهبنة سن هذه القيمة هذه يخدم الكنيسة دا خدام ورزق جارع، ممنوع في اللسن يسعون الدريا.
ممنوع في الناس اللي يسعوا الدرية. ولهذا أحد العلماء المسلمين إلا يروح يزور أحد الرهبان كان اسمي يكشم يعني ما غادي يسكن في بس الحجة اسمي يكشم غورس الناس مش الحديث مش الترنية مش الواش شو تصنيت هذا شو تصنيت الناس تشويه له الناس يشونوه ذي العيب الله وناس نسمي الدرية وضرب العالمين تنسمى الدرية الناس يكونون ذي العيب يكون ينسبي والدرية ورب العالمين ونحشم له أنه تنسمى الدرية فغيثنا سبحان الله. ولهذا غيثنا تفهم معظم الرهبة إلا من رحم الله أنا نخدم تيوها. فالله جل جلاله الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس عالم لا في شبه لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له. وإنما الله جل وعلا يورث عن المثل نس يورث عن الشبيه نس. وإنما غكني رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب العالمين يورث عن مثليس ورث عن مثليس وين معناتها ولم يكن له كفوا أحد يورث عن رفيق قبله ورث عن الشبيه ورث عن النظير ورث عن المثيل ليس كمثله شيء ومعلش يدينا وهو السميع البصير. باش يقدرين يتمام رب العالمين أنه من صفات الله عز وجل السمع ومن صفات الله عز وجل البصر. صفات رب العالمين أنه الساد صفات رب العالمين أنه الزار ولكن ماشي من المخلوقات رب العالمين الزار ماشي من الكنية نسعى من نتولى رب العالمين كيتسماجينا مرة عالم كان أنه رب العالمين يتوليك رب العالمين الساد ماشي من الكنية نسعى من الزور من الساد. رب العالمين ليس كمثله كيتسماجينا مرة أعلم كان أنه رب العالمين السعد. وكم تفكرون المثالية ما باش كتفهموا رب العالمين يسعى يفسر ويمكن غيثما إلى قدرين أين دين ربك أكني غيديو صفر رب العالمين ما ليس كنرى الوصف ولا الزين ولا السنقاس ما إلا غيديو صفر رب العالمين سل حاجة غيديو ولا ما الوصف سل حاجة غيديو صفر رب العالمين ما من صفاته جل وعلا أنه يوصف ديال الإيمانيس أنه يسعى يفسر. اللغة العربية قرص اليد هي شوف أكرمكم الله الحيوان يسعى يفسر إذا مشيش إلى الجوان أو أي حيوان يمكن يفرغ الشبيطية نقارس أفوس العبد يسعى أفوس في الورق سعى يفسر هل تبور أفوس نتبور نغفوس الحيوان نغفوس العباد كيف مع أن سعى يوني يسم والميتنا ذيوني يسم ولكن الخالق الله جل وعلا حاشا أن نغف نوصف سويني وصفر نمات. فدين الدين رب العالمين الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليس عالم المثل وليس عالم في الشبه وليس عالم النظير وليس عالم التي قبل رب العالمين كلمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما يتم تصورتين صورة السباع تنزل النعوذين وسند النبي عليه الصلاة والسلام نسعى فقدر بينك نسبق ضربينك نوهي ضربينك أمشي يمو ضربينك ينزل ضرب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 4 من الآيتين تعريف رب العالمين وتعلم
إخلاص العبادة لله عز وجل، أنه مثلا عبد كان وحده لا شريك له، ورس نخدم الند ورس نخدم الشريك وليش نرى غير قبل. ولهذا نجعل رب العالمين الأجر ثلث القرآن، وإن راسي قرأ هذا يسمى الأجر أن يقرأ 20 الحزب. إذا يتما التسين يتصورت إلا يحب يصرفي يتحب وين يتقرأ تحب وين يتحب سورة الإخلاص اسمي صنصيام أقبل نقرأ نحفظ مرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتحب يقرأ سنة الفجر وسنة المغرب وصلاة الوتر. ما الذي وتر النبي عليه الصلاة والسلام دائما يتوتر سورة الإخلاص. ولهذا أضيح لي والسننية ومن لا يكرم قد يقرأ يقول قد يقرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله